ده المثال يعني. عشان كده انا في ختام كلامي داير اقوله، نحن يا اخواننا خلونا نشتغل في نحن مسؤوليتنا، نحن مسؤوليتنا نحن. خلاص الحرب دي ما كل زول ربنا قسم الناس، في زول ربنا خلاه شايل سلاح بيقاتل، وفي زول ربنا ادى لسان بيقاتل بوزينا نحن ديل. خلاص نحن لساننا ده يمكن ربنا ما كتب لنا انه نكون من الناس شايلين سلاح نقاتل، نحن خلونا لساننا ده نمشي به مشروع الوعي ده، نوعي الناس. انا بالنسبه لي المعركه دي معركه وعي. نحن اذا تهزمنا بيهزمنا الجهل بس. نحن مشروعنا ده لو يتهزم ما بتهزموا بندقيه، ولا بيهزمونا رجال في الميدان، ولا المسيرات هزمتنا، ولا الاكنجي هزمتنا، ولا البريدار هزمتنا، ولا كل لا ايران هزمتنا، ولا تركيا هزمتنا، ولا مصر هزمتنا، ولا الدعم جابته دول الخليج هزمنا، ما هزمتنا، دي كلها ما هزمتنا، دي كلها دوسنا عنها. نحن لو في حاجه بتهزمنا نحن بيهزمنا الجهل. نحن لو في حاجه بترجع مشروعنا ده لورا الجهل. الجهل اسمع كلامي ده كويس، واخطر سلاح الجهل ده. كونك انت بعد كل المعارك اللي حققتها وكل الانتصارات حققتها تجي عشان تقول لي فلان ده خط احمر، انا ما خط احمر. القضيه دي ما في اي خط احمر، خط احمر حاجه واحده بس نحن بنعرفها، المشروع والقياده بس. الخط الاحمر في القضيه دي القضيه ذاتها قضيه تحرير البلد وسياده القانون والعداله، ده الخط الاحمر. والقياده لما نقول القياده الامير وقيساني، ليه؟ لانه دي القياده. انا ما بقول لك ما عنده اخطاء، لكن في الوقت ده ما في زول بيطلع بينبذ قيادته، ما في زول الوقت ده بيطلع بينبذ قائده. ما انت كده معناتها هزمت المشروع بتاعك كله. يبقى قيادتك ذاتها لو داير تنتقدها انتقدها في الاطار بتاع المواعين بتاعت الانتقاد. نحن الان في حرب، والتقليل والكلام ده رجع الرسول صلى الله عليه وسلم ليه استهدفوا؟ انت كفار قريش استهدفوا الرسول ليه؟ ليه استهدفوا الرسول في شخصه؟ لانه بيفتكروا انه اذا قتل الرسول خلاص الدعوه انتهت والقضيه انتهت والمشروع انتهى. والفلول اول طلقه قالوا سنقتل حميتي وعبد الرحيم المشروع بينتهي. ما هم كانوا بيفتكروا كده، بيفتكروا انه المشروع ده بموت حميتي وموت عبد الرحيم بينتهي. عشان كده نحن عندنا اثنين بس. انا ما تقول لي ما يجي زول يقول لي والله فلان خط احمر، ما في فلان خط احمر يا زول، ما في. القضيه دي الخط احمر فيها القضيه ذاتها. اي زول بيهدد المشروع بتاع القضيه دي وبيأخر القضيه دي انا بالنسبه لي هو عدو. ثاني خط احمر السيد الامير ونائبه بس. اي قائد قاعد في اي جبهه ما خط احمر يا زول، عشان ما تيجي كل مره يجي يطلع علينا زول فلان خط احمر وفلان وفلان. نحن اخوي ما قاعدين نعبد اشخاص، نحن قاعدين نعبد قضيه. نحن قاعدين نعبد قضيه. نحن قضيتنا دي الان قضيه بتاعت حياه او موت. ليه؟ لانه انا بقول لك اذا نحن اتهزمنا والقضيه دي سقطت اهالينا في نيال تضبحون، واهلك انت تضبحون، وكلكم اللي قاعدين دي والله العظيم اقسم بالله والله ما يخلوا فيكم زول، وقسما بالله يمحوكم من الوجود. دي قضيه بتاعت وجود. انا بتكلم لك قضيه وجود، انا بتكلم مع قضيه. حرب دي ما بتقبل القسم على الاثنين. الحرب دي يا تنتصر يا تنتصر بس، ما في حاجه اسمها اثنين. يا تنتصر يا تنتصر، ما تنتصر وقسما بعزه الله وجلاله لما فوق بتمسكك، ولا تشاد بتمسكك، ولا افريقيا الوسطى بتمسكك. اسمعوا كلامي ده كويس. عشان كده القضيه دي عضوا عليها بالنواجس. انت الليله بتتكلم في عربيه، بكره هتتكلم في عرضك. هسه الناس القاعدين ما ادوني وما عملوا لي، الليله انت بتتكلم في مال، بكره لما يغتصبوا امك ولا يغتصبوا اختك، بكره لما يحتلوا ارضك بتلقى عربيه بتنفعك، بتلقى مال بينفعك. وهو سؤال ذاته ليه الدعم السريع يديكم انتم ما تدوا دعم سريع؟ القضيه دي ما حق الدعم السريع. الرجال القاتل وماتوا 15. عندي سؤال، هل الفلول الاسى موجودين في بورسودان دي بيستطيعوا حمايه المكونات دي لو الجيش انتصر؟ مع العلم اخذ النموذج بتاع اهلنا زغاوه، كان دوسه وكان الاف الناس موجودين داخل الفلول، هل هزموا هل انقذوا زغاوه من جور النظام؟ هم نفسهم قادرين يحموا. هسه ده اسالك سؤال، هسه انا اديك مثال. الجيش ده لما خش الحمادي وخش الحتات بتاعت اهلنا الجوامع واهلنا القاعدين في الحتات دي وجزء من المسيريه، ما ضبحوهم وقتلوه؟ ما ضبحوا المسيريه وضبحوا الحمل وضبحوا الجوامع؟ ما اولادهم قاعدين في التنسيقيه في بورسودان حمون يا طاير حي، حمون قدموا لهم شيء؟ الانتهاكات اللي تمت لاهلنا وللمكونات الاجتماعيه في كردفان ما اولادهم قاعدين، صلوحه قاعد وصالح منو قاعد ومنو قاعد واولادهم قاعدين، اولاد الحمر، اولاد الجوامع، اولاد المسيريه القاعدين في التنسيقيه لما ذبحوا حمون. سؤال حمون ده اسالك حمون؟ ديل هم نفسهم ما قادرين يحمون. عشان كده اخوانا شوفوا ختام الكلام، عندك معركه اسيتك لك نحن رضيانين ما رضيانين في حاجات كثيره ما رضيانين، لكن احنا في ايماننا وقناعاتنا انه المشاكل اللي هسه نحن شايفينها دي كلها ستحل. مشاكل مؤجله. انا بالنسبه لي المشاكل هسه دي كلها مؤجله، لا دي ما القضيه الاساسيه، دي ما القضيه الاساسيه. القضيه الاساسيه قضيه الوجود، ان نكون او لا نكون، نكون او لا نكون. الليله تعالوا امشوا الخرطوم عليك الله، شوفوا البلاكات الجو قاتلوا مع دوله 56 مع الاعتذار طبعا للاسم. تعالوا شوفوا الناس بتاعين جنوب الحزام، شوفوا الناس بتاعين الدروشاب، شفتوا الان الاباده اللي قاعده تحصل للمكونات بتاعت الحزام الاسود في الخرطوم. الان الناس بيجي في الدروشاب، في شرق النيل، في الخرطوم، جنوب الخرطوم، في مدرمان، في مايو، في عيد حسين، الان بيجوا يكسروا لك بيتك ويطلعوك لانك انت اسود. حماك جبريل حماك من ناوي حماك ديل اغلبهم اهل الكباشي حمام. اغلب الناس اللي قاعدين في الحزام ديل اغلبهم يا هم اهلنا النوبه ديل وجزء من اهلنا بتاعين دارفور ديل. الليله بيتم سحق الناس السود تحقيقا لمقوله حمدي، مثلث حمدي، الحزام الاسود في الخرطوم يجب ان يباد. ده كلام حمدي وكلام الطيب مصطفى. الان هل استطاع من ناوي ولا استطاع جبريل ولا استطاع الفلنجال اسمه كباشي ولا هل استطاعوا انه يحموا اهل؟ انتوا دايرين يجوا والله العظيم وقسما بالله اسمعوا مني، شفتوا البيوت اللي هسه بكسروها في الخرطوم، شفتوا الاهانه اللي حصلت لناس الحزام الاسود حول الخرطوم، قسما بالله تحصل لمجتمعاتكم اذا تمكن هؤلاء الاوقات منا. وكلامي ده بتسمعوا. عشان كده اي زول بيفكر في قضيه بتاعت مصلحه شخصيه
انت معناته زول لا عندك قضيه ولا عندك مشروع ولا عندك اهلك. نحن الان بنفكر في انه نحرر بلدنا دي ونمشي لقدام، بعدين تعالى نشاكل بيناتنا. بعد ما نحرر البلد دي تعالوا نشاكل يا زول، خلي المهريه يركبوا الرزقات والرزقات يركبوا المحاميد والمحاميد يركبوا اولاد راشد والزغاوه يركبوا الفور والفور. بعد ما نحرر البلد دي حرروا البلد دي تعالوا تشاكلوا بيناتكم بعد ذاك، وقت ذاك بكون في خطر، وقت ذاك نجي نعمل لكم مجالس بتاع الجوديه ونقول والله يا فلان جيبوا لنا شيوخ حلو. انتوا الان عدوك متربص بك، عدوك الاساسي ده يذبح تيجي تقول لي والله ان احنا شنو ديل شوف عليك الله، شوف الناس عليك الله، شوف تفكير الناس دي. شكرا لك يا